الا انتبهتوا لابس لكم داكشي ديال امريكا قبل ما ندخل لكم في موضوع مهم بزاف. اول حاجه قبل ما ندخل في الموضوع كنقول للكراغله شكرا لامريكا لان هي عاقبتكم، شكرا لامريكا لان هي غتجلسكم على خبر فراسكم بخصوص ملف ديال البوليزاريو اللي صرفتوا عليه الملايير. وما تنساوش راه نتوما الجزائريين اللي خاصكم تشكروا امريكا. علاش؟ لان كانت كتصرف في السنوات ال50 التاليه كانت كتصرف اموالكم نتوما على قضيه البوليزاريو، وانت كتموت في السبيطارات وبن بطوش كيتعالج في اسبانيا. يلا بينا ندخلوا للموضوع ونناقشوا الزياره الملكيه الى فرنسا. اخوان الاخوات السلام عليكم. من طبيعه الحال كلكم في اخباركم الزياره اللي اعلن عليها السي بوريطه البارح، وقال بان سيدنا الملك محمد السادس نصره الله غادي يزور فرنسا، وقال بانه هو غيزور فرنسا في زياره دوله. وهنا كاين الفرق اخواني واخواتي في زياره دوله وفي زياره رسميه. المساله ديال الفرق اللي ما بيناتهم كيكون واحد البروتوكول عالي وكتكون واحد الشراكات عاليه وكتكون واحد المأدوبه ديال العشاء اللي حاضرين فيها كبار العسكر وكبار ضباط العسكر كبار وكبار السياسيين، وكذلك هو مثال ناس ديال الاقتصاد ديال الدولتين بجوج كمغرب وكذا، وكيكون واحد الاستقبال وواحد المكانه اللي كبيره بزاف. وكيكون داكشي ماشي بحال الجزائر. الجزائر جا عندهم وزير الداخليه. اجي بعدا هذا سؤال للجزائريين، كيفاش جا عندكم وزير الداخليه؟ وزير الداخليه كتكون الخدمه ديالو داخل الدوله، يعني وزير داخليه فرنسي كيكون هو موظف لدى الدوله الفرنسيه داخل فرنسا. علاش جا عندكم؟ علاش؟ وانا نتفكر المقوله ديال شارل ديغول، الجزائر الفرنسيه، الجزائر مقاطعه فرنسيه، كيحكمكم وزير الداخليه مسخ الوالدين. يعني لو كانت فرنسا كتشوف او لا الجزائر كدوله سياديه عندها سياده على الارض ديالها، فغيجي وزير خارجيه ماشي داخليه. هذه كاشاره. وننطلقوا في الموضوع ديال الزياره الملكيه اللي غيدير لفرنسا. اجي نقول لكم واحد القضيه خوتي المغاربه، هاد النقطه خصنا ننتبهوا ليها مزيان. السي بوريطه قال بان هناك زياره دوله غيقوم بها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله الى فرنسا، وقال بان هاد الزياره غتكون الاولى من نوعها اللي غدير فرنسا. يعني غيكونوا فيها واحد الاتفاقيات وغيكونوا فيها واحد بزاف ديال الحوايج لاول مره فرنسا غدير شي حاجه من هذا النوع ديال هذه الاتفاقيات مع دوله خارج الدول الاوروبيه. يعني في تاريخ فرنسا اول مره غدير شي حاجه مع دوله خارج الدول الاوروبيه. هادشي شنو كيعني؟ ها بلاتي باغي تفهم ياك؟ ها بلاتي المغرب مقبل على واحد المناسبه. شنو هي هاد المناسبه اللي مقبول عليها المغرب؟ هي انتخابات. فوقاش الانتخابات ديال المغرب كاينه اخواني واخواتي؟ الانتخابات ديال المغرب كاينه في نهار الاربعاء 23 شتنبر 2026. غادي تقول لي يا نور الدين واش جاب الانتخابات لهاد الزياره الملكيه؟ غنقول لك غير بلاتي. كذلك هو مثال، كتعرفوا مؤخرا خرجت الامم المتحده وخرجت امريكا وقالت لك بان الصحراء راه مغربيه وضروري داك الحكم الذاتي، وضروري خصكم تجلسوا مع المغرب باش تناقشوا مع المغرب القضيه ديال الحكم الذاتي، حيت المغرب هي صاحبه الحكم الذاتي، هي اللي سطراتو وهي صاحبه البنود وهي صاحبه القوانين والشروط. اذا خصكم تجلسوا تسمعوا للمغرب. شكون اللي غادي يجلسوا؟ الجزائر، البوليزاريو، موريتانيا يجلسوا مع المغرب. ولكن المده اللي كانت عطات امريكا والامم المتحده
دازتها، كانت عطات مدة 3 شهور، دازتها 3 شهور، زادوهم 3 شهور أخرى، داز راه 6 شهور دابا تقريبا. ملي جات النعم سيدي الجزائر وبقات كتمارس داك العنتريات ديالها، كتخرج امريكا وكتقول لها عندك مده اولا واحد المهله ديال 6 شهور. هاد البوليزاريو ما بغيتش هاد الخيام يبقاو يدوروا في تندوف، ما بغيتهمش يبقاو يدوروا. واخا في حاله ما الجزائر ان هي عاوتاني اصدمت في هاد 6 شهور، شنو غيتم؟ تصنيف البوليزاريو كمنظمة كبابية، والجزائر تصنيفها كدولة صانعة ومؤسس للبوليزاريو لهذه المنظمة الكبابية، وكالمحتضن والممول والمسلح داخل الأراضي اللي تعتبر جزائرية حاليا. إذا بيني وبينك نور الدين، ما علاقة هادشي اللي كتقول لنا بالزيارة الملكية؟ ايوا الا كان السي بوريطا اشار لواحد النقطه بذكاء وقال لكم بان فرنسا راه غدير واحد اللعيبه لاول مره في تاريخها مع دوله خارج الدول ديال اوروبا، فهادشي شنو معناته؟ ان فرنسا لاول مره غدير شي حاجه مع دوله من قلب افريقيا. علاش نور الدين؟ كتعرفوا بان فرنسا كانت مستعمر لبعض الدول في افريقيا واللي منهم المغرب. اذا لاول مره غيتم شي اتفاق مع شي دوله فايته باستعمارها، يعني خارج القاره الاوروبيه، يعني افريقيا، حيت المغرب يعني افريقيا. شنو المعنى ديالو هادشي وشنو هما هاد المسائل حسب رايك نور الدين؟ الموضوع هو تصحيح أخطاء الماضي. كتعرفوا بأن المغرب لحد الآن ما سناش مع فرنسا والجزائر بخصوص ترسيم الحدود. إذا المغرب ما كانش موافق، لأن المغرب هذا يعني بأن المغرب باغي يسترجع في يوم من الأيام الأراضي ديالو. الزيارة ماكرون للمغرب مؤخرا شنو كان جاب معاه؟ طائرة مليئة، طائرة خاصة، طيارة، كيجاو 3 طيارات، طيارة البروتوكول ديال الرئيس وحرمو، والطيارة المسؤولين اللي جاو معاه وكذا جاو معاه، والطيارة خاصة بداكشي ديال المطبخ ديالو، الناس المطبخ والخدام وكذا، والطيارة الثالثة كانت فيها الوثائق من الارشيف. إذا بيني وبينكم خوتي المغاربة كنقول لكم مبروك مسبقا قبل الزيارة الملكية وقبل ما يتكلم حتى شي واحد، كنقول لكم مبروك على جميع المغاربة استرجاع باقي الأخير، الجزء الأخير من الأرشيف المغربي عند فرنسا. ومن ضمن هذا الأرشيف كاين موضوع الصحراء الشرقية وموضوع الصحراء الجنوبية. أخوتي، هذا كيبقى رأي الإخوان، ممكن تتفق معايا ممكن ما تتفقش معايا، ولكن ما فيها باس نزل التعليق لتحت وقول لي واش كتفق معايا او لا، قول لي رأيك شنو هو هاد الزيارة اللي غيدير سيدنا إلى فرنسا، علاش، شنو غيكون فيها. وغنخليو حنا كاملين هاد الفيديو هذا والتعاليق ديالنا غادي تشهد علينا من بعد الزيارة الملكية والاتفاقيات اللي غادي يدوروا فيها، وغادي نرجعوا كاملين ان شاء الله من بعد ونشوفوا شكون اللي جاوب الجواب الصحيح. فتحياتي لكم، وما تنساش الا كنتي جديد دير الاشتراك وما تنساش دير لايك. ما تنساوهاش اخواني واخواتي، عودنا لهذه القناة باذن الله وغادي نبقاو ننشروا فيها كذلك ومثال المواضيع. فتحياتي لكم وحب كبير لجميع خوتي المغاربة، مع السلامة.